ايش ابرز الصعوبات اللي تشوفينها اليوم تواجه المرأة السعودية في الإعلام؟ الآن حاليا يعني يمكن أقدر أقول إنه عدم الراحة في العمل لوجود يعني معليش حقولها بشكل صريح يعني مشاكل بين الرجال وبين النساء. ويمكن أقدر أقول أن هناك شيء من التحرش الجنسي اللي يقع أحيانا في مع أنه يعني في فصل بينهم في كل شيء، لكن التحرش ما هو تحرش مباشر، لا، يمكن عن طريق إيقاف عمل معين، عن طريق غيرة معينة، عن طريق، لكن هناك مشكلة حاصلة الآن وهناك شلالية أيضا كيف بينهم. كيف صاير هذا الشيء؟ يعني كيف يكون هذا التحرش بين بطريقة ما، يعني ممكن يكون في يعني موافقة على برنامج معين من شخص مسؤول مثلا، ممكن يوقف للشخصية هذه أو للسيدة هذه مقابل أشياء أخرى مثلا، حتى لو كانت مادية أحيانا. ما هو تحرش بكل الأشكال يعني، ما يعني مش فقط أنا قلت الجنسي لأنه ممكن يدخل تحت الإطار هذا. هذا اللي يخلي الإعلاميات السعوديات يتخوفن دائما من الدخول، أو السعوديات يتخوفن من دخول الإعلام. سعودية أو أجنبية أي واحدة فيهم، لكن يمكن الأجنبية تكون أجرأ شوية نظرا لأن السعودية يمكن ما تعودت. بس في سعوديات إعلاميات مش بس في الإذاعة والتلفزيون عندنا في المملكة، لا، شاركوا الآن خارج المملكة، منهم مخرجات عملوا أفلام، منهم منتجات أيضا، منهم يعني مريم الغامدي من أحد السيدات اللي دخلت مجال الإنتاج بقوة واشتغلت فيه كتجارة، يعني مش اشتغلت فيه كتجارة أيضا، لكنها أكبر في السن وصار عندها خبرة. بس هذا الكلام الحين اللي تقولينه أستاذة سلوى من امرأة لديها تجربة كبيرة وقديرة في الإعلام السعودي، ما تعتقدين أنه ممكن يخوف كثير من البنات السعوديات اليوم دخول الإعلام؟ المفروض أنها ما تخاف، المفروض أنها تكون جريئة ولا تخاف. أنا قلت لك أنه حتى لو ما كان معها زوج أو معها أحد، يعني أنا الحمد لله كان معي زوجي وكان معي وكان في وقت صعب، لكن الآن المجال مفتوح، لأن في ناس مسؤولين ممكن أن هم يطلعوا ويعرفوا، وممكن ان هي يعني تشتكي لهم او نعم تشتكي او تكتب او تقف يعني بطريقه ما. في طرق كثير طبعا ممكن ان هي توقف هذا الشخص عند حد معين اللي يحاول يبتزها مثلا من اي ناحيه. ففي الان مجال مفتوح وفي امكانيات وفي تكنولوجيا، مش بالضروره فقط في مكان معين تشتغل، يجب انها تكون مطلعه. ليش بقول لك يجب انها تكون على اتصال بجهات اعلاميه كثير؟ في الNBC ما شاء الله، او في روتانا او في غيره، في سيدات ايضا بيشتغلوا وما زالوا الان بيشتغلوا.